السلام عليكم الخوت، واش اخباركم؟ كيف دايرين؟ هانيين مهنيين؟ الاحوال ديالكم مزيانه؟ نتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا موضوع جديد وحله جديده وبدايه ان شاء الله جديده، وهو غنتكلموا على مأساة صراحه اللي ما بغيتش نتكلم عليها، ولكن اوبليجي اننا نطرقوا لها، وهي الفيضانات ديال القصر الكبير. بادئ ادي بد كاين، شفت بزاف الفيديوهات وشفت بزاف لي زانفلونسر اللي كيقولوا بانه راه مساله ديال انه يخليو ديورهم غي يتشفروا غيتسرقوا. راه سمعت، انا غير سمعت، ولكن ماشي شي حاجه اللي مصدر موثوق. هو انه كاين من 5 سنين حتى 10 سنين حبس على الناس اللي بغاو يعني يسرقوا الناس الضحايا ديال القصر الكبير. اما بالنسبه كي يحكى انه من بعض الانفلونسر كيقول لك بانه يعني شفاره، واللي بغى يحاول مثلا انه يسرق، راه العقوبات القانونيه كتراوح ما بين 5 و10 سنين. هذا الشيء هو اللي خاصو يكون في الحقيقه، لانه اي انسان كيستغل هاد الظرفيه ديال هاد الناس البسطاء اللي ترحلوا من البيوت ديالهم. يعني انت النيه ديالك كتكون سيئه ملي كتهبط، لانه دابا حاليا راه طوق المكان. وخلينا نوضح واحد النقطه عاوتاني ديال الناس المسنين اللي ما بغاوش يهبطوا من ديورهم. وهذه النقطه خاصنا نتعاملوا معها بانسانيه، حيت بزاف منهم مرتبطين بديورهم وخايفين. من طبيعه الحال هذا الشيء طبيعي. يعني تكون في بلاصتهم راه صعيب الامر. خليني نوضح واحد النقطه مهمه على السدود. رئيس سد واد المخازن، سد لوكوس، كيصرح في الميديا بان البنيه راها سليمه ديال السدود، وما كايناش هذيك الهضره ديال ان الباب ما بغاش يتحل، حيت التصريف الاوتوماتيكي راه خدام مزيان والسد في حاله جيده. وشحال كيعجبك الحال ملي كتلقى مراه بحال نوال الفيلالي، اللهم بارك لي، الناشطه الجمعويه الجمعيه ديالها اللي سميتها يلا نتعاونوا، اللي واقفه في قلب الحدث ومع السلطات المحليه، واللي كتقوم بواحد لامباكت كبير وبواحد التاثير كبير، لدرجه انها كتجمع بزاف ديال المعاونات والماعونات والالبسه حتى ليكوش ديال الناس الكبار. خليكم مع الفيديو وشوفوا هاد السيده تبارك الله كيفاش كتقوم. كونوا بحال هاد السيده على الاقل. واحد المساله بغيت نطرق ليها، كنسمعوها بزاف، واحد لي مو كلي كيكون كيصرحوا بهم الناس اللي يعني هما مسؤولين على السدود ومسؤولين في سميتو. بغيت نشرح مثلا ما معنى ان الحقينه وصلت 140%. الحقينه وصلت 140%. واش السد كيتمدد؟ ما يمكنش. السدود كيتصموا كما شرحها بالمدن. السدود كيتصموا على اساس انهم يكونوا 100%، وكيكون واحد الاحتياطي اضافي كيوصل حتى ل 40%. وهذا الشيء معروف في الهندسه ديال السدود. ولكن المشكل دابا راه ماشي غير السد فقط، راه كاين تفريغ متواصل. كان هناك تفريغ متواصل ولكن ماشي بديك الشكل الكبير. والبحر راه في حاله مد، والماء كيرجع للوادي ديال لوكوس بسرعه كبيره، بديك السرعه ديال البحر والرياح اللي كانت 150 كيلومتر في الساعه. وهذا الشيء يقدر يخلي الوادي يوصل حتى ل 5 متر في بعض المناطق، لا قدر الله. ملي كنقولوا 5 متر ماشي المدينه كلها 5 متر، لانه المدينه كلها فيها هابط ونازل. بحال مثلا السد الوحده كانت فيه واحد التصريف يعني اوتوماتيكي. التصريف الاوتوماتيكي بدا من الحقينه ديال 80%. يعني كان وعي شنو خاصنا نديرو دابا باش نحميو الساكنه. وهاد المعطيات جايه من الدكتور عبد الوهاب السحامي، واللي كيأكد باننا امام ظاهره استثنائيه، والنشره الانذاريه وصلت للمستوى الاحمر، خصوصا في جنوب الريف، بعد ما كانت في المستوى البرتقالي انتقلت للمستوى الاحمر، خصوصا في جنوب الريف، طنجة، تطوان، المضيق، الفنيدق، على هذا المستوى، العرائش والشمال، شمال لوكوس. والتساقطات وصلت حتى ل 250 ملم.
يعني ديال التساقطات ديال شهرين جات في واحد المده وجيزه، وبنادم ما يخافش. راه المسؤولين كيصرحوا بانه التساقطات الحاده راه غتوقف نهار الاربعاء ان شاء الله، ولكن الامطار الخفيفه غتبقى حتى النصف الاسبوع الجاي، وهذا الشيء كيخلي الخطر باقي نسبيا. باقي الخطر، لانه التساقطات ديال 3 ايام راه بحال قلتي ديال شهرين هذه اللي جايه دابا. يعني داكشي علاش كيامروا الناس بالاخلاء، فخص الناس يمتثلوا الامر ديال الاخلاء، لانه ما خصناش نغامروا بالسكينه. كاين حتى تصريح كيقول من 24 يناير تم تفريغ 281 متر مكعب، يعني في هاد اللوكوس، ولكن في هاد الاسبوع دخل 518 مليون متر مكعب. يعني داكشي اللي كنخويوه تقريبا هو اللي كنزيدوه هنا. فين ولات عندنا مشكله في هاد السد، يعني التصريف ما متوازنش مع حجم المياه اللي داخله. الى قدر الله السد وهاد المخازن فاض، راه ممكن يسبب كارثه كبيره، والدوله ما يمكنش تغامر بارواح 50,000 انسان ولا حتى 1000. لهذا الاجلاء قرار ضروري وماشي لعب. في الاخير تحيه الناس المؤثرين اللي كينبهوا كيقولوا الناس خرجوا، والرساله واضحه، ارواحكم مهمه وما خصناش نغامروا بها. بارك من الاشاعات، وبارك من نظريه المؤامره، وبارك من استغلال هاد الناس اللي عندهم هذا المشكل ماديا. ونحاولوا مثلا اننا مثلا في مناطق سمعت بانه كيكريو لهم وصلت ل 5000 درهم 4500 درهم. عيب وعار، عيب وعار يتخلصوا من الناس في الازمه ديالهم دابا. هما الناس كتبكي هذا الصباح، الناس خارجه مدمره، الناس خارجه خوفانه. عيب نقبط منه 5 دراهم، عيب نقبط منه درهم، وكي غتكون الحاله ديالهم؟ غتقول واحد خرج. نزيد على هادشي كامل، خاصنا نهضروا بصراحه على دور المواطن دابا، حيت المرحله ما بقاتش ديال النقاش ولا جدال شكون المتسبب، علاش السد ما كانش اوتوماتيكيا يتم يعني التنفيس على المياه مراحل منذ يعني فاش بانت هاد الشتاء. حنا ماشي هنا في اطار اننا نحاكموا شي واحد. اي واحد توصلوا امر بالاخلاء راه ماشي خوف، ماشي ضعف، راها يعني واحد حكمه وتبصر. كاين شي ناس كيقولوا حنا ما عمرنا خرجنا من ديورنا وما عمره وقع شي حاجه. راه هذا الامر هذا راه زايد على اللازم. يعني هاد الشتاء هذه اللي وقعت راه شي حاجه اللي يعني كارثه ما عمرها وقعت. كانت وقعات ولكن ماشي بهذا الحجم، ولكن دابا الوضع مختلف، حيت هذه الظاهره استثنائيه والنشرات الانذاريه وصلت للاحمر، وهذا الشيء ما كيدارش غير هكاك. خاصنا حتى نوقفوا ضد نشر الخوف الكاذب. شي فيديوهات كتخرج بلا مصدر بلا معطيات، غير تهويل وتخويف الناس، وهذا الشيء كيخلق الهلع وكيصعب الخدمه ديال السلطات وفريق الانذار. ومن جهه اخرى خاصنا نحيو رجال الوقايه المدنيه والدرك، القوات المساعده والمتطوعين، الناس اللي خدامين نهار وليل وسط البرد والشتاء. الناس كيحميو الارواح ديالهم ارواح الغير وما كيطالبوش بشي حاجه. انا شفت شي ناس اللي هم متطوعين تبارك الله عليهم، ما خايدين لا درهم لا ريال لا جوج، وخدامين مع الناس. يعني هذوك ليهم تحيه كبيره. وكاينين حتى بعض الشباب اللي عجبوني الصراحه. كاين اللي فتح دارو، كاين اللي داير عنده مثلا دار وجوج وثلاثه، يعني فتح دارو، دار عباره عن مأوى للناس اللي محتاجين. وكاين حتى بعض السيدات اللي يعني مالكات ديال مركز ايواء بحال في العريش، حتى هي قامت بواحد النداء مشكور. وواحد القضيه راه ولات شائعه وعندكم تيقوا انه ولاو مثلا بالذكاء الاصطناعي ولاو كيديروا شي مشاهد في القصر الكبير اللي ما كايناش، شي فيضانات الكبيره، ويعني باش هما يجلبوا متابعات. هادشي راه خطير. هادشي راه عافاكم. نداء كبير للناس، الشعب المغربي كله، الناس ديال القلب الكبير، نحاولوا اننا نضامنوا في هذه المرحله. وراه غادي تدوز الامور، غدوز على ما يرام، وعاوتاني غيترفع العالم المغربي رفراف عاوتاني كما ديما. احنا ناس ديال القول وديال الفعل كذلك. وتحيه لكم، وكنتمنى انكم ونتشرف انكم تابوناو في القناه وحفزونا باش نقوموا بزاف ديال المواضيع اللي ان شاء الله غتكون جيده وعند حسن ظنكم. وكنتمنى انني نشوفكم بخير وعلى خير، والله يحفظ هذا الوطن والله يحفظكم لنا.